ينفع خطيبي ما يرضاش يعمل لي فرحي في القاعه اللي انا عايزاها عشان بيقول لي ان هي غاليه عليه؟ ينفع كده؟ كفايه عشان اعيط. اتفضلي كملي. انا فرحي فاضل عليه كام شهر واحنا بننقي القاعات، حصلت خناقه بيني وبين الخطيب لان انا عايزاه يعمل في قاعه ب 26000 جنيه واللي عايزها عامله 17000 جنيه، وبيقول لي دي مقدرتي ودي ظروفي. ازاي يقول كده؟ ازاي؟ ايه ده؟ رغم ان الفرق مش كبير وخطوبتي عملتها في البيت على الضيق وما كلفتوش اي حاجه خالص. اتصرف ازاي؟ نقوله حاجه حلوه. اللي على الضيق دي اللي عملتيها في البيت ما هو اكيد صرف فيها برضه، ولا انتوا كنت شايلينها كلها؟ اكيد جاب حاجات صح. تاني حاجه، مش اللي هيتعمل في القاعه ام 17000 جنيه هو اللي هيتعمل في ال 26000 جنيه، ولا في حاجه مختلفه بيعملوها؟ مفيش اي حاجه صح، نفس اللي بيتعمل هنا هو اللي بيتعمل هنا. ايه المشكله بقى؟ ليه نأفور الموضوع وليه نكبر الحوار؟ وبعدين الفرق اللي انت شايفاه تافه ده اللي بتقولي الفرق ايه؟ الفرق بين 17000 و 26 ماشي، ما مش ورقه كوتشينه. هو 17000 دي بين 26 بالنسبه له حتى لو 5000 جنيه فلوس، انت شايفاهم مش فلوس عشان مش هتدفعيهم، هو اللي هيدفعهم، هو شايفهم فلوس فبالنسبه له كتير، وقال لك على قد ما قدرتي وعلى قد ظروفي. يعني هو لو يقدر يعمل اكتر من كده كان عمل فرحه زي ما هو فرحي، نفس الفرح، يقعد على نفس الكوش. فانا شايف يعني عدي كده، عدي الدنيا بقى كده، عدي الدنيا واتجوزوا كده وعدي الدنيا. قول لي بقى رايك في التعليقات، تتصرف مع خطيبها ازاي؟ ولو عندك اي سؤال او مشكله عايزنا نناقشها مع بعض ابعت لي على انستجرام، هتلاقي اللينك في البايو. سلام.